أم، عايزة اتكلم معاكم في حاجة. احنا كشعب مصري يعني عاطفيين شوية، بس مش معنى كده ان اي حد يعني يطلع اننا نتعاطف معاه. ما برضه يا جماعة لازم ندور، مش هقول نفتكر تاريخه، بس يعني على الاقل على الاقل نعرف ان ربنا ما بيسيبش اللي بيعمل حاجة، بتقعد له، بتلف الايام وبتقعد. أم، وانا مش بحب اتكلم على حد، ولكن شايفة في حالة تعاطف زيادة عن اللزوم عن فنانة ما. طلعت وقالت انا مش لاقية اكل وابني مش عارفة ااكله، كلام كتير من ده. طيب، الناس اللي هم مواليد من بعد 2004 طبعا ما يعرفوش الواقع، بس الناس اللي من قبل كده عارفين. يعني الناس اللي هم مواليد التسعينات والتمانينات والحاجات دي حضروا الواقع وعارفين. الفنانة كان ليها قضية حلوة كده اسمها قضية السلخانة، ناس كتير قوي 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 عارفاها. تمام. الفنانة دي كان عندها بنتين كانوا بيشتغلوا عندها. تمام. عذبت واحدة ومش عارفة ايه، وبصوا كان ليها قصة حلوة قوي، ممكن اي حد يفتح النت وهيطلعها، اسمها قضية السلخانة. واتقبض عليها وكان محكوم عليها ب10 سنين، بعدين طلعت بعد عفو مش عارف تقريبا بعد 3 سنين. تمام، ما علينا من كل ده. اللي عايزة اقوله ملخص الكلام، ربنا ما بيسيبش. هي بهدلت بنات ملهمش اي ذنب في اي حاجة غير ان هما كانوا بيشتغلوا عندها، واتبلت عليهم وقالت انهم كانوا بيسرقوها، مع ان الحقيقة غير كده تماما. عشان كان وقتها كان ليها نفوذ وكان ليها سلطة وكلام كتير قوي. تمام، تقدروا تبحثوا عن القضية، تقدروا تدوروا عليها، بس تأكدوا ان ربنا مش بيسيب. كل واحد غلط لازم لازم هيترد له. كل واحد اهان بني ادم، كل واحدة عذبت حد بيشتغل عندها، كل واحد قلل من قيمة حد، كل ده ربنا بيردهولك، بيردهولك، بيقعد لك في ولادك في ولادك. لازم دايما كل واحد يحاسب على افعاله، لان عمر ما في حاجة بتحصل الا ولازم بتترد بنفس الطريقة. زليت هتتزل، اهنت هتتهان، ظلمت هتتظلم. هي كده، ربنا اسمه العدل. فبلاش بجد حالة التعاطف الزيادة اللي انا شايفاها دي، عشان بصراحة يعني الناس اللي حضرت القضية عارفين كويس قوي هي عملت ايه وشكل البنت كان عامل ايه. فياريت كده يعني نرجع لربنا ونتريث كده في حكمنا على الناس. بلاش كل حد نتعاطف معاه، ان في ناس فعلا محتاجة ان احنا نتعاطف معاها. في اطفال شوارع كتير قوي موجودين محتاجين ان احنا نتعاطف معاهم. في حيوانات، دول بقى لا بيتكلموا ولا بيأذوا ولا بيعملوا اي حاجة، ممكن برضو ان احنا نتعاطف معاهم. وفي الاخر كله عند ربنا، ربنا في الاخر هو اللي هيقيم وهو اللي هيحاسب. انما ما نجيش عند حد هو كان ليه نفوذ وبعدين ربنا يذله بعد كده من اللي هو عمله في الناس ايام ما كان معاه نفوذ، تقولوا اه يا حرام ده حصل وكان وتعالوا نساعد. لا 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 لا. اللي يستاهل المساعدة الانسان فعلا اللي هو ما كانش معاه، او حيوان اخرس ما بيقدرش يتكلم، عايش في الحياة بس يعني بيدور على اكله. شكرا.